السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حابب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد ناصر، حاصل على بكالوريوس تجارة، مهتم جدا بمجال علم النفس وتطوير الذات والصحة النفسية، الذكاء العاطفي. هنخش مع بعض دلوقتي في الرحلة الجميلة دي، وهنبدأ إن إحنا نستمتع ونتكلم على أول محور من المحاور اللي معانا النهاردة، أو هنتكلم فيها. أول محور النهاردة هنوزع على حضراتكم كده ورقة مكتوب فيها سؤالين هم عبارة عن ورك شوب. اللي عايز يكتب يكمل كتاب عادي، ولكن عشان الوقت طبعا انتوا عارفين ان احنا محددين وقت. طب ايه هي مكونات الذكاء العاطفي؟ رقم واحد، فهم الذات. رقم واحد فهم الذات، علشان كده الذكاء العاطفي بيأكد عليك انت. مش دعوه بيا، مش دعوه باللي جنبك، مش دعوه باي حد. الاخر يعمل اللي هو عايزه، لكن انا ايه؟ انا قبلت ده ازاي؟ انا قبلت الموضوع ده دخل عندي ازاي؟ هل كانت رصاصه موتتني؟ ولا هل كان عادي انا متقبل مشاعري واعديها، وان شاء الله هقدر ان انا اتخطى المرحله ديت؟ اللي هو طبطبه، يعني بنطبطب على نفسنا بنفسنا، لان محدش هيعرف اللي جواك ايه الا انت. وحتى لو قلت لشخص اخر مش هتقول له كل الكلام، فاذا التفاصيل عندك، كل حاجه عندك. لو مش فاهمها اكيد مش هتعرف ان انت تتواصل مع الاخر. وزي ما قلنا ان الذكاء العاطفي كله بيشرح العلاقات، كله بيفيدك في العلاقات. طيب ما ربنا بيقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طب وهنتعرف ازاي؟ هنتعرف ازاي واحنا مش حاسين ببعض؟ سيبك من حاسين ببعض، وانا مش حاسس بنفسي اصلا، هعرفك ازاي؟ ولو عرفتك هتبقى معرفه سطحيه، وبالتالي مش هنقدر ان احنا نتواصل مع بعض. علشان كده الذكاء العاطفي مكوناته من فهم الذات والتعامل بشكل ايجابي معاها. وبعد كده ياتي في المرحله الثانيه فهم الاخرين والتعامل بشكل ايجابي معاهم. والنهارده هنتكلم بس على فهم الذات والتعامل بشكل ايجابي معاها. ويلا بينا نتنقل للنقطه اللي بعد كده. كيف يعمل العقل؟ احنا اتكلمنا بقى على المشاعر، وان المشاعر ومكونات الذكاء العاطفي، وكلام جميل وزي الفل. ولكن المشاعر بدون عقل باظت الشغلانه على كده. لازم في حاجه تحكم العمليه، لازم يكون في ميزان. مشاعر من غير عقل خلاص، يبقى انا كده قائد ولا تابع؟ وما كانش في عقل بيحكم الموضوع. انا دلوقتي حصل لي موقف غضب، وقمت على طول متصرف بناء على الغضب. انا كده في الحاله دي قائد حياتي ولا تابع؟ تابع غضب. ولكن اللي بيحكم الموضوع ده كله هو العقل. طيب عايزين نعرف بقى كيف يعمل العقل. مبدئيا كده عايزين نقول ان العقل بيتكون من 3 اجزاء. 3 اجزاء. اول جزء بيتكون في العقل وهو الجزء الغرائزي، الغريزه عند كل حد. الجزء الغرائزي ده احنا بنتشارك فيه مع كتير من الكائنات الحيه، يعني مفيش فرق. هو عايز ياكل ويشرب ويتكاثر وعنده حركات قلب شغاله، كل دي غريزه شغاله اوتوماتيك. يبقى ده الجزء الغرائزي اللي هو العقل الغرائزي. طيب الجزء الثاني العقل العاطفي. يعني ايه العقل العاطفي؟ العقل العاطفي اللي هو خاص بالعواطف والاحاسيس والمشاعر، اللي هو ردود الفعل العاطفيه اللي بتصدر منك تجاه اي شيء يحصل، غضب، حزن، حب، فرح، اي حاجه عاطفيه احنا ممكن نتفاعل معاها. يبقى اذا دلوقتي العقل الغرائزي والعقل العاطفي، الاثنين دول بنتشارك فيهم مع كتير من الكائنات الحيه. امال انا فين؟ لما بتشارك كده في كتير مع الكائنات الحيه في حاجتين رئيسيتين، في الثالثه في الثالثه دي اسمها العقل الواعي. ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم. كرموا بايه؟ بالعقل الواعي. العقل اللي بيعمل ايه؟ بيحلل ويخطط ويمنطق وياخد قرارات ويتفكر في نعم ربنا حوالينا، ويقول ان الكون ده ملوش كذا حد، ده له اله واحد. الحاجات اللي احنا ممكن نفكر فيها اللي ربنا كرمنا بيها. وانا طبعا اكيد مش هوصل لدرجه ان انا استخدم عقل الواعي بنسبه كبيره جدا وابدع في اي مجال بدون تركيز. وركز ازاي؟ ركز ازاي؟ ما انا برضك لو استخدمت عقل الواعي ده بدون تركيز مش هوصل لنتيجه، هبقى مسخ زي ناس كتير قوي. ولكن الفكره كلها تكمن في التركيز. طب اركز ازاي؟ اركز علشان ايه؟ طيب علشان ايه اركز عشان استمتع. انا قاعد دلوقتي في محاضره، دماغي طايره هناك مع البيت والعيال. طب وبعدين المحاضره بقت ايه؟ لا ملهاش لازمه، الناس عادي، كلام عادي. قاعد مع مراتي مثلا ودماغي في حته تانية في الشغل. طب ما خلاص، ما القعده ما بقاش ليها اي 30 لازمه، ومش هقدر اوصل لنتيجه، ولا هوصل لها بقلبي ولا توصل لي بقلبها، وبالتالي الحياه هتكون ملهاش اي لازمه.
يبقى ان انا اركز على الحاجه دلوقتي هو اهم حاجه. طب اركز مع الحاجه دي دلوقتي ليه؟ عشان اشغل عقلي اللاواعي وابدع في العمليه دي. اركز معاها باني اتوحد مع اللحظه، اتوحد انا والعمل اللي بعمله واحد، مفيش مشتت، مفيش تليفون، مفيش اصل مش عارفه ايه، انا دماغي هنا. ولما تكون دماغي هنا اكيد هوب هيكون عندي يعني كميه من الابداع رهيبه، ومن هنا هنبدا ان احنا فعلا نختلف عن الاخرين. لما نركز في ناس كده في حياتنا بنعرفهم يركزوا قوي، بتلاقيهم بيوصلوا لنتائج حلوه. اما انا بذاكر في نفس الوقت بسمع اغاني، في نفس الوقت بعمل مش عارف ايه، في نفس الوقت بقى بطبخ، يقول لك اصل مش عارف ايه عندها 30 حاجه بتقدر تعملهم في وقت واحد، وفي الاخر الطبيخ يطلع ايه؟ كله ملح. ايه يا ستي؟ ما انا بعمله لك حلو كتير. ايه الدنيا بقى؟ ايوه ما انت كنت بتكلم اختك ايه وما ركزتيش خلاص الموضوع كده، خلاص الموضوع انتهى. يبقى لازم اركز واستخدم كل حاجه. طب اعمل ده كله ازاي اصلا؟ علشان اعمل حاجه من الحاجات دي او اركز فيها يبقى اصلا عقلي شغال فيها. يعني في ذكاء عاطفي، في حاجه اسمها ذكاء عاطفي، افكر كده اشغل نفسي بالموضوع. لكن لو انا مش مشغول بالموضوع خلاص مش هعمل اي حاجه. اللي حابب اوصله النهارده وممكن يكون مش هيأثر في كتير من حضراتكم الا هو حاجه عابره كده، ولكن كان في حاجه اسمها ذكاء عاطفي. لعل وعسى ان الحاجات اللي احنا بنحبها او بنركز فيها او بتاخد مننا لقطه واحنا بنقلب على التليفون يظهر حاجه نبدا ان احنا نمشي في الطريق ده، او انا هحطكم على اول سلمه. اول سلمه دي يعني ما فيش اي حاجه، وبعد كده كل واحد ينطلق. لان انا ما بتكلمش في حاجه لا بتاع الشغل هو اللي يسمعها او اللي متجوز هو اللي يسمعها، لا كلنا لازم نسمعها، كلنا لازم نعرفها. الطفل الصغير لازم يعرف ده، لازم يعرفه علشان حياته تنور، حياته تبقى مش محتاج اصلا حد يعمله. الذكاء العاطفي بمثابه اصلا ايه؟ بمثابه معالج ليك في كل وقت، انت بتعالج نفسك. احكي لكم موقف حصل لي الساعه 6 الصبح، قمت في مشكله، اصحى في مش عارفه ايه. لاول مره يحصل لي حسيت ان قلبي كده الدنيا مقفوله ومش قادر اخد نفسي. انا استغربت، بس كان عندي الموضوع ده شاغلني، موضوع الذكاء العاطفي. مش قادر اخد نفسي، انا مش متخيل ان انا مش قادر اخد نفسي زي ما الناس ما بتحكي. مش قادر اخد نفسي، مش قادر اعمل اي حاجه، كمان بطني كلها بتمغص، مش قادر، مش عارف اعمل اي حاجه. وقعدت ومش عارف انام. طب اعمل ايه؟ افتكرت الذكاء العاطفي. تعمل ايه؟ اقعد واستريح وخد نفس نفس نفس، وبعدين الافكار اللي جات لك حاول تناقشها. ناقشت الافكار، ما يمكن كان قصده، ما يمكن ما عملش، ما يمكن كان فيه مش عارفه ايه. بدات ان انا اناقش الافكار في خلال ساعه ونص. انا قلت ان انا هموت يعني، خلاص الموضوع انتهى، لان انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي. في خلال ساعه ونص كنت بقيت انسان طبيعي جدا. وارد جدا ان انا لو ما كنتش واعي باللي بيحصل لي وفاهم مشاعري كنت اروح في سكه. انا قمت الصبح مثلا لقيت في مشكله، ايدي واقفه، دراعي واقف، جسمي فيه حته زرقاء، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل لنا لو حصل مشكله في حياتنا. الله يخليك يا باشا. انا عارف ان انا بطول في نقط كده وبعض الكلام انا ما كنتش محضره، ولكن انا بتفاعل بس معاكم يعني بحاول ان انا اجيب حاجات من الواقع. اسلوبك ممتع جدا. يعني انا فاكر محمد اول ما دخل ايجيبشن بورد اكاديمي، فاكرك، فاكر الامسيه، فاكر من اول الامسيه من سنه، من رمضان اللي فات. وشايف محمد قدامي دلوقتي، لا حياه مختلفه تماما. محمد ناصر في حته ثانيه ما شاء الله. ما شاء الله، اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. طب مسافه في نص الشمال النهايه دي قناتي على اليوتيوب. احنا اتكلمنا دلوقتي في الرجاله، ولكن اللي انا اتكلمت فيه ده بياخد وقت حوالي 4 ساعات. انا اتكلمت فيه ده بياخد 4 ساعات. انا حاولت ان انا اختصر باكتر يعني. الفيديوهات بتاعت الذكاء العاطفي موجوده على القناه، اللي حابب يخش يعمل رحله كتاب جوه القناه مفيش مشكله، واللي مش حابب برضه فوق راس النهار من فوق، وده مش حاجه علشان خاطر بس لو مسكنا تقبل ده صعب. والسلام عليكم. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستناك.